بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. مر عليك حلقة قبل كده إنك تعالج فرد حمام من مرض معين، وليكن السالمونيلا أو التنفسي أو غيره، والفرد الحمام يروق معاك، وبعد فترة زمنية بسيطة الفرد الحمام يرجع له نفس المرض. طيب ما عليك من دي. مر عليك فرد حمام مشقوف ومحروف وانت فكرت ان هي ديدان، وعالجت الفرد الحمام الديدان ما طلعش عنده ديدان، ولسه الحرفة والشقفة زي ما هي موجودة عند الطير. طيب غير دي كمان، عندك الحمام بترميله الاكل واعلى واجود انواع الخلطات والكلفة، والفرد الحمام ما عندوش اقبال كده على الاكل واكلته ضعيفة، والاسهال مائي كده ومش مظبط. طيب ايه كمان عندك الفرد الحمام الاكل ما بتهضمش كده عنده، وتحس ان الحوصله الاكل بيغيب فيها، وبعض فرد الحمام عندك بتتجبن الاكل معاه وبيحصل له موضوع بقى شرب الميه، والموضوع ده بيسيبكش وبتكرر. طيب ايه كمان عندك فرد الحمام انتاجه في الزغلول ضعيف، واول ما الفرد الحمام يجي ياكل عياله تحس ان الفرد الحمام ده هيموت، ضعيف جدا، وبيحصل له موضوع خلل مناعي وممكن يمرض. والفرد الحامل طبعا الزغلول بقى ما بيستفادش منه، بيبقى هلكان، وانت بقى بتضيع وقت، لا بتفرخ حمام زغلول وحمام كبير كل شويه امراض وعلاجات. طيب عندك الحمام الدنيا مش مظبطه معاه، وتحس انك بتمسك فرد الحمام كده بتلاقيه محروف، مفيش عنده فورمه، مفيش عنده طاقه، او مفيش عنده صحه عامه، عندك ضعف عام بمعنى اصح. عندك الحمام متدهور، يبقى انت مقصر في حاجة واحدة بس مهمة جدا، وكتير من اللي هو أصلا بيغيب عنه الموضوع ده، وهي الفلورا المعوية والبكتيريا النافعة. يعني ايه يا عم فلورا معوية وبكتيريا نافعة؟ هقول لك وهبسطها لك واحدة واحدة. اولا انت اما بتدي لحمامك علاج وليكن مضاد حيوي وبيتعالج مثلا مرض سالمونيلا او تنفسي او غيره، اول حاجة بتحصل للطير اللي انت بتديله علاج هي بتقلل في جسم الطير ده البكتيريا النافعة والفلورا المعوية. البكتيريا النافعه والفلورا المعويه ديت لو قلت في جسم الطير يعني ممكن الطير يقع منك، يعني هي دي يعني حاجه مهمه جدا في جسم الطير ده يا جماعه. يعني مهمه جدا في التمثيل الغذائي، مهمه جدا لرفع مناعه الطير، مهمه جدا لعمليه الهضم عند الطير. يعني مش عايز اقول لحضراتكم يعني من اهم الاسلحه انك انت اللي انت ممكن تهتم بيها للطير يعني يتفادى ويقاوم كل الامراض والمشاكل المناعيه ومشاكل الحوصله والضعف العام والهضم والكلام من ده. زي ما قلت لك لو انت بتدي جرعه علاج بتقلل البكتيريا النافعه، فلازم بعد كل جرعه مضاد حيوي تنزل ب3 ايام فلورا معويه وبكتيريا نافعه. حاجه تانية، انت لما البكتيريا النافعه بتقل من جسم الطير، الفرد الحمام الشهيه عنده بتبقى مقفوله، نفسه بتتصدى عن الاكل. الفلورا المعويه البكتيريا النافعه بيستخدم زي فاتح شهيه. يبقى انت لو مقصر في البكتيريا النافعه والفلورا معويه وحمامك بياكل زغاليل، الحمام اصلا هيبقى زق وحش ومش هتاخد زغلول كويس، ودي برضو سبب من اسباب لففانك حوالين نفسك، وتقعد بقى تجري وتقول الحمام عندي بيطلع ضعيف، الحمام بيطلع ضعيف. ما هي هوايه الحمام يا جماعه حاجات بتكمل بعضها. عشان تفرخ فرد حمام زي ما قلت لك لازم تكون مجهز حمامك الكبير ما يكونش عنده مرض، وتهتم بقى بيه بالبكتيريا النافعه وبالفلورا المعويه وباشياء كتير اتكلمنا عنها قبل كده. فهي لو انت يعني اهملت في حاجه واحده بس ممكن يحصل عندك مشكله، اما انت لو مهتم بكل البرامج صدقني مش اصلا لا يقابلك اي مرض ولا يقابلك اي مشكله في الفرخ، وهتنتج حمام وهتكسب وان شاء الله يعني ايه مش هيقابلك اي ضرر. طيب ايه بقى الفرد الحمام لو محروف ومشقوق برضه ممكن تكون سبب مشكله الفلورا المعويه البكتيريا نافعه قله في جسم الطير طبعا، وده اكيد. انت لو عندك فرد دلوقتي وبتسمعني ومحروف ومشقوف اديله فلورا معويه وبكتيريا نافعه اسبوع واحد بس هتلاقي فرد الحمام رجع فورمه معاك وهتلاقي صحته كويسه. يبقى الفلورا المعويه والبكتيريا النافعه مهمه جدا ولازم تكون في عشتك. اجيب نوع ايه؟ هقول لك كل الانواع اللي في السوق ممتازه،
بس في منتج رخيص وممتاز عجبني جدا، قلت اصور مع حضراتكم عليه وثمنه 10 جنيه. حاجه اسمها دايجست بانش. دايجست بانش ثمنه 10 جنيه، موجود في اي صيدليه بيطريه. دايجست بانش اهو يا جماعه، العلبه والازازه موجوده على الشاشه مع حضراتكم. دايجست بانش ما شاء الله، مش عايز اقول لحضراتكم ده الساحر. بدي سنتي على المسقه، سنتي على نص لتر لمده 5 ايام متواصلين. ده يا جماعه فاتح شهيه، منشط للجهاز الهضمي، زياده معدلات تحويل، هيخلي الزغلول عندك كويس، وتحسين وزياده الميكروفلورا النافعه في الجهاز الهضمي، يعني بكتيريا نافعه، فلورا معويه، هيدي لك زغلول كويس، هيخلي الحمام عندك بصحه كويسه. خلي بالكم الهزه اللي بتيجي الحمام او المرض، الامراض الفيروسيه والمناعيه، الفرد الحمام عندك اصلا لو مناعته كويسه ممكن يعدي المرض. يعني انت لو مش محصن وعندك في عشتك ممكن تلاقي الحمام عندك اتهز، بس في كام فرد حمام كده ما تهزش. عارفين السبب ايه؟ السبب ان الحمام ده اصلا مناعته كويسه. الحمام ده قوم المرض لان الحمام شديد متاسس، عنده مناعه كويسه، الكره المعويه تمام، الفيتامينات، العناصر، جسمه مؤهل ومناعته مؤهله ان هي تتفادى وتتحدى المرض. يبقى الدايجست بانش، دايجست بانش اجيبها لحضراتكم تاني. دايجست بانش ثمنه 10 جنيه، بيطري مصري، موجود في كل الصيدليات البيطريه، ممتاز جدا يا جماعه. ويعني مش عايز اقول لحضراتكم ان في ناس يعني كلموني وكان عندهم مشكله ومش عارفين الحمام خاسس ليه وما بياكلش ليه، قلت له بس ادي دايجست بانش ما شاء الله، وهو بيسمعنا دلوقتي الحمام عنده تحول فجاه. الحمام يعني الزغاليل اتحسنت والكبير اتحسن، وكان عنده حتى اكتر من فرد حمام في مشكله راق وبقى تمام. الدايجست بانش من افضل واهم العلاجات اللي لازم تبقى موجوده في عشتك، ومش علاج، ده مكمل وفاتح شهيه وممتاز جدا. لو اي حاجه عايزين تستفسروا عليها كلموني في التعليقات، تحت امر الجميع. ولو عجب الفيديو لايك وريت مشاركه عشان الكل يستفاد، ولو مش مشترك معانا في القناه يا ريت تشترك وتشرفنا، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.